أنا اسمي أحمد يحيى، بشتغل في مهنة النحت على سن الفيل، بدن نعام، الخامات اللي هي احنا بنعتبرها مخلفات بيئة، بنبدأ احنا نعيد تطويرها. المهنة ديت أنا وارثها عن والدي الله يرحمه. ديت احنا بدأنا احنا نطور فيها، ان احنا مثلا من سن الفيل اللي هو العاج بقى محرم دوليا، بدأنا ان احنا نخش نعمل خامة بديلة. الخامة البديلة يعني دخلنا خشب الأبانوس عشان سعره، وطبعا ده مش محرم دوليا، خشب موجود في الدنيا كلها. والخامة الجديدة برضك اللي هي يعتبر برضك مش منتشرة قوي، اللي هي قرن الجاموس. قرن الجاموس خامة من مخلفات البيئة، بنبدأ ان احنا ناخدها وبنبدأ نطور فيها، وبدأنا ان احنا نشتغلها ان احنا نطلع منها شغل. صاحب فكرة تبديل العاج من الجاموس كنت انا ووالدي الله يرحمه قاعدين. طبعا لازم نشوف خامة بديلة، خامة يكون كله متفق عليها، طبعا ما يكونش فيها مشاكل امنية، ما فيهاش مشاكل للبيئة. بدأنا احنا انا وهو نقعد ونشوف الخامة ديت، وبدأنا احنا نطور فيها الحمد لله. والدي متوفى من 2 سنين، وانا نزلت مع الورشة فعلي من 4 سنين، فبدأت الحمد لله ان انا اخد منه مهنة كاملة، تورثتها منه كاملة الحمد لله. بنشتغل على جميع انواع الاخشاب وجميع يعني فن نحت، مش شرط بخامة معينة. يعني احنا بدأنا الحمد لله من قرن الجاموس، يعني او الاول سن الفيل، بعد كده دخلنا في قرن الجاموس، خشب الابانوس، خشب السرسوع، جميع انواع الاخشاب بدأنا نشتغلها. الشغل برضه بدأنا احنا ندخله للمهنة الجديدة اللي هو نحت على بيض النعام. ده برضه حاجة الحمد لله احنا فريد بيها شوية، احنا بنشتغل على حاجة التخانة بتاعتها ما بتزيدش عن 2 مللي او 3 مللي، فبنعمل مللي برضه نحت عليها. طبعا ده كده قرن الجاموس، احنا بنبدأ احنا نجيبه من المجازر. حلو، بيجي طبعا بالوضع دوت، نبدأ احنا نسيبه فترة على ما ينشف، ونبدأ ان احنا نفصل العظم بتاعه عن القرن ذات نفسه. يعني العظم ده بيبقى موجود في الجمجمة بتاعت الجاموسة. حلو، بيبدأ طبعا نسيبه لغاية لما ينشف، نبدأ نفصل دوت، يبقى فيه جزء فاضي مثلا، يعني دوت الجزء الفاضي بتاعه مش هيكمل يعني دوت لغاية هنا كده مثلا، والباقي ده كله مصمت، يبقى مصمت زي كده اهو. يعني كده الفاضي بتاعه بعد كده بيبقى مصمت. بعد كده بنبدأ نشوف بقى هنبدأ نطلع شغل منه ايه. يعني في حاجات رفيعة، في حاجات تخينة. ده العظم طبعا اهو اللي احنا بنتكلم عليه. بنبدأ بنفصل الشغل. يعني مثلا انا دلوقتي مطلوب مني دولفين صغير، ببدأ ان انا اخد البوز بتاع القرن، بقطعه، وببدأ ان انا اخد البوز بتاعه واطلعه بالشكل ده. يعني دوت ببدأ ان انا اطلعه منه، بقطعه طبعا على الصينية، وبعد كده ببدأ ان انا ادخله مرحلة النحت على الصنفرة. اهم حاجة الواحد بس يبقى فاهم هو شغله ايه، يعني داخل المرحلة بتاعتها عاملة ازاي. طبعا ديت حاجة تبقى قريبة من كده، وده قرن الجاموسة اللي هو العادي جدا. نفس الشكل من كده وكده، وطبعا كده بس لسه تحت التصنيع. لما اتجوزت انا واحمد بقى لقيت ان هو مشغول قوي بالتصنيع اكتر، ومعتمد قوي كمان على الزبون اللي هو اصلا موجود في الورشه من قبل كده قديم ايام باباه. بس يعني الموضوع بقى يعني طبعا احمد يعني بما ان هو اصلا الشغلانه بتاعته دي بدات في الاندثار اساسا، فناس كتير قوي متعرفش عنها، فهو فضل اذا فضلنا معتمدين على الزبون اصلا القديم بتاع الورشه هيبقى الموضوع هيبقى صعب يعني. فقلنا خلاص نشوف بقى، نبدأ نشوف مثلا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، نروح نشوف هم بيعملوا مثلا معرض تراثنا. شفنا وزارة التضامن الاجتماعي بتعمل معرض ديارنا، بدأنا نشترك بقى في حاجات زي كده، تراثنا وديارنا. ومكتبة اسكندرية مثلا عملنا فيها معرض، عملنا معرض في النادي السويسري، عملنا معرض تبع وزارة الآثار كان موجود هنا في شارع المعز.
وبعدين برضو المعرض ده ممكن يتعمل مثلا في السنة مرة او في السنة مرتين، فده طبعا مش كافي ابدا ان هو يسوق منتج يعني. فقلنا خلاص نسوق المنتج عن طريق سوشيال ميديا. عملنا اعلانات ممولة بقى على فيسبوك. احمد طبعا يعني مشغول خالص في التصنيع، ملوش اي علاقة بالتسويق خالص. انا برضو مشغولة في شغلتي، بس يمكن انا عندي براح شوية عنه يعني. فقلت له خليني انا موضوع البيدج، وانا همول وانا هصور المنتج وهنزله وانا هتابع مع الناس، خليك انت في التصنيع وخليني انا التسويق. ومشينا بقى على الوتيرة دي بقى مدة كبيرة. احنا بدأنا مثلا نعمل حكاية التمويل دي متأخر شوية، بس يعني كويس ان احنا بدأنا نقول بقالنا مثلا على السوشيال ميديا بنسوق مثلا من 5 سنين او من 6 سنين يمكن بنسوق. في منتجات مهمة جدا احنا اشتغلنا فيها. يمكن من اهم المنتجات دي كانت شنطة اتباعت في مزاد علني لمؤسسة بهية. كانت الشنطة اصلا معمولة علشان تبقى تبرع للممرضات في مؤسسة بهية. عملنا لها، احمد عمل قطعة كانت موتيفة كده في وش الشنطة، كانت معمولة من قرن جاموس، وكانت فيها حلية كده زي حصان. هي كانت حدوة اصلا. الطرفين بتوعها فيهم حصان معمول من فضة 925 ومطلية ذهب 21، وفيها في نص الحدوة زي وردة كده. الوردة دي كان ليها ورق شجر معمول داخل فيه أقاي. الأقاي ده اللي هو ظهر الترسة. وكان معمول اليد بتاعت الشنطة برضو كان فيها حلقات كده من قرن الجاموس برضو. دي كانت حتى اتباعت برقم عالي قوي، بس هي اتباعت برقم عالي لصالح المؤسسة يعني، مش قيمة المنتج بس علشان الدخل داخل المؤسسة. ده كده يعتبر خلصنا مرحلة النحت. هنبدأ نخش مرحلة التشطيب.